اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده هتكلم معاكم عن موقع جديد اسمه ريبليكيت. عملت بيه الفيديوهات اللي انتوا شايفينها دي. موقع ريبليكيت هو من المواقع المميزه اللي تقدر تعمل بيها فيديوهات او صور او كابشنز او 3D او حتى مزيكا، غير مميزات تانية كتيرة قوي تقدر تعملها بيه. هو اللي عملت بيه الفيديوهات اللي قدامكم دي. خلينا نشوف مع بعض بنستخدمه ازاي. بس قبل ما نتفرج مع بعض عن ازاي بنستخدمه، خلينا نعرف ايه هو ريبليكيت في الاول. موقع ريبليكيت هو موقع بيستضيف اغلب الموديلات المدفوعة او المجانية. مش محتاج سبسكريبشن، وكل اللي محتاج تعمله ان انت بتسيب كريدت كارد لو بتستخدم الموديلات المدفوعة، وبيحاسبك بالصورة او بالفيديو او بالاكشن اللي انت بتاخده. واسعاره بسيطة جدا، بتبدأ من مجموعة سنتس قليلة جدا وتطور معاك للفيديوهات اللي ممكن توصل لنص دولار. يعني بتعمل الفيديو الواحد بأقل من نص دولار. ريبليكيت هو موقع قديم وبيضاف عليه كل يوم موديل جديد من الموديلات اللي بتنزل جديدة، غير ان هو بيهندل التحديثات بتاعة الموديلات من غير ما انت تنزلها عندك على جهازك، لان عندهم جي بي يو باور عالية جدا. مش محتاج ان انت يكون عندك جهاز كمبيوتر يكون قوي، لا ابدا، من اي جهاز كمبيوتر تقدر ان انت تستخدم ريبليكيت وتطلع نفس النتيجة اللي هتطلعها من على جهاز كمبيوتر فيه جي بي يو عالي. خلينا الاول ازاي نشوف بنسجل على ريبليكيت وازاي بنستخدمه. اول حاجه هنعملها هنروح على موقع replicate.com. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اول ما نخش عليه هنلاقي ان ممكن تو جنريت ايمج، نعمل صور، جنريت تكست، تو جنريت كابشنز، جنريت ميوزك، جنريت فاين تيون، ريستور ايمجز. يعني ممكن اخد صور ابيض واسود او صور متقطعه واخليه هو يصلحها لي. ولو دخلت عليه هتلاقي ان هو عليه آلاف من الموديلات اللي ممكن تستخدمها، سواء كانت موديلات تكست زي لاما وزي ميسترال وغيرها كتير من الموديلات، او هتلاقي عليه موديلات فوتو زي ستيبل ديفيوجن وفوتو رياليستيك وفلوكس و3 دي فوتو وغيرها كتير قوي من الموديلات اللي ممكن تستخدمها. واستخدامه سهل جدا وبسيط. لو طلعت فوق ودخلت على البرايسنج هتشوف الاسعار بتاعته بالنسبه لكل حاجه. في حاجات فيه كتير جدا موديلات فري بتستخدمها من غير اي فلوس، وفي موديلات تاني بتستخدمها وبتدفع قروش بسيطه جدا. يعني مثلا خلينا ناخد مثال، في موديل اسمه فلوكس 1.1 برو، وده بتتكلف حوالي 4 سنت لكل صورة بتعملها. في موديل تاني بتتكلف ربع سنت. في موديل تالت بتتكلف يعني 5/10 سنت. في موديل تالت بتتكلف 3/100 سنت. هنشوف مع بعض ازاي تعرف تسعيرة كل موديل، وازاي تعرف تسعيرة الفيديوهات. ده مثلا سعر الفيديوهات اقل من نص دولار، ونص دولار بالنسبة للفيديو لو استخدمت ميني ماكس او لوما. اما بالنسبة لللانجويج موديل فهو رخيص جدا جدا جدا. يعني مثلا لو هتستخدم كود انستراكت 8K اللي هو جرانيت هيبقى بنص دولار لكل 100 مليون توكن. لو هتستخدم لاما بنص دولار ل 100 مليون توكن. طبعا 100 مليون توكن، طبعا 1 مليون توكن ده عدد كبير جدا تقدر تستخدم بيه، سواء كانت لاما او لاما 70B او 13 بليون او غيرها كتير. حتى 70 مليون هتلاقيه هنا اهوت. الميزه فيه زي ما قلت لك ان انت مش محتاج تهوست اي من الموديلات ديت عندك، لا هو بيهوست الموديلات دي وعنده كومبيوتنج باور العاليه جدا اللي منها انت بتستخدمه وبتدفع بس على قد استخدامك، ولا بتدفع سبسكريبشن ولا بتدفع مبالغ ثابته غصب عنك. انت على قد ما بتستخدم بالظبط بتدفع. حابب اوضح ان انا مش سبونسر للويب سايت ده ولا حاجه، ولا اخدت منهم اي مبالغ عشان خاطر اطلع اعلمكم ازاي تستخدموه، بس لان انا بستخدمه من زمان حابب كمان ان انتوا تتعلموا ازاي تستخدموه. طبعا عشان نبتدي مع بعض اول حاجه بنعملها هي الساين ان. لو ما عندكش اكونت هتخش على ساين ان، لازم يبقى عندك جيت هاب. لو ما عندكش جيت هاب هتدوس بسهوله على ساين ان وذ جيت هاب. انا لان عندي جيت هاب هقدر اخش بسهوله، بس انت لو خدت بالك هتلاقي في كرييت ان اكونت موجوده تحت، فانت بكل سهوله هتدوس كرييت ان اكونت وهتكريت اكونت في جيت هاب، وبعدين هتقدر تخش على ريبليكيت بكل سهوله. انا لان عندي اكونت فانا هعمل ساين ان بشكل مباشر. انت بس هتعمل ساين اب لاول مره لو ما عندكش جيت هاب. لو عندك جيت هاب هتقدر تخش بسهوله بالجيت هاب اكونت بتاعك. وهطلع للصفحه الرئيسيه، وهنا بيديني الداشبورد بتاعتي والايميل بتاعي اللي انا مسجل بيه. لو دوست هنا هقدر اشوف الاكونت سيتنج بتاعتي والفلوس اللي انا استخدمتها او البروفايل بتاعي او الاي بي اي توكن لو انا عايز استخدم الاي بي اي بتاع ريبليكيت. تاني حاجه هدوس عليها هي اكسبلور عشان اقدر اشوف ايه الموديلات اللي موجوده واقدر اتصفحها. لو لاحظتوا هتلاقوا في فيتشرد موديل، هتلاقي الترندنج موديل هي اللي دايما موجوده في الصفحه الاولانيه، وبيقول لك هنا اهوت الموديل بيعمل ايه. فده مثلا بيكريت فيديوهات وكم واحد عمل له رن، يعني ده 100,000 واحد عمل له رن، يعني ده 1100 واحد عمل له رن قبليك، ده 1000 واحد عمل له رن قبليك. طبعا ده بيعمل صورة، ده بيضيف صوت للفيديو. فوتون ده برضو بيعمل صورة. هونيان ده بيعمل فيديو.
ده اللي عاملاه تنسنت، واللي ما يعرفش تنسنت هي شركة الالعاب الصينية. وهايبر اي اي برضو فيديوهات وغيرها كتير من الفيديوهات اللي ممكن تستخدمها. ده بيعمل ايمج اسمه فلوكس 1.1 برو الترا، بيعمل صور رائعة جدا، لازم تجربوا تستخدموه، ولو خدتوا بالكم هتلاقوه رن 1.9 مليون رنز. طيب خلينا ننزل مع بعض شوية تحت، وهنا دي الخلاصة. انت لو عايز تجنريت ايمج، تولد صور، هتخش على الموديلات بتاعة توليد الصور. عايز تولد فيديو، هتخش على الموديلات بتاعة توليد الفيديو. عايز كابشنز ايمج، هتخش تعمل كابشن ايمجز. عايز تو ترانسكرايب سبيتش، فانت هتدخله السبيتش وهو هيعمل لك ترانسكريبشن عليه. عايز سينج ويز فويس، يعني ممكن يغني لك لو دخلت له اغاني. جنريت ميوزك، هيعمل لك مزيكا للاغاني بتاعتك. 3 دي ستاف، هيعمل لك كاركترز 3 دي. هاندي تول، هيعمل لك ادوات مختلفه تقدر تستخدمها. شات ويز ايمج، ممكن تدخل صوره وتتكلم معاها. جنريت سبيتش، هتدخله كلام وهو هينطقه لك باي لغه انت عايزها. ريموف باك جراوند، هيشيل لك الباك جراوند او هيشيل لك الخلفيه من اي صوره عندك. يوز فيس تو ميك ان ايمج، ممكن تدخل صورتك وتعملها على اساس شخصيه مشهوره. اكستراكت تكست فروم ايمج، هتطلع التكست الموجود في الصوره، وغيرها كتير. انت لو دخلت نوت هتلاقي في موديلات كتيره جدا لكل خدمه انت عايزها. وما تنساش تجرب ريستور ايمجز، ده بيخلي لك الصور الابيض والاسود الوان، وكمان بيصلح لك الصور المتقطعه، وبيحول لك الصوره من صورة مرسومة لصورة حقيقية لشخص. زي ما انتم شايفين دي صورة شارلي شابلن بعد ما اتلونت، وغيرها كتير من الموديلات اللي ممكن تخش وتجربها بنفسك. طب ازاي استخدمه وازاي اجربها بنفسي؟ خلينا تو جنريت ايمجز مع بعض ونشوف ازاي بنجنريت ايمج. انا هخش على اكسبلور وهنزل على فلوكس برو الترا 1.1 وهفتحه كده. بمجرد ما فتحته بقدر اشوف شوية حاجات. اول حاجة بقدر اشوف ان الموديل ده وورم، يعني شغال معايا وشغال بابليك، واتعمل له ران كام مره، يعني كام واحد استخدمه قبلي، وتكلفه الصوره بتكلف قد ايه. ده مثلا الصوره فيه بتكلف 6 سنت بير ايمج، وتقدر تستخدمها كوميرشيالي، يعني تقدر تستخدمها في الدعايه والاعلان او في اي مكان انت عايز تستخدمها، لان انت دافع ثمنها بالفعل. اول حاجه بتعملها هتدخل البرومبت بتاعك هنا اهو، وعلى حسب البرومبت بتاعك هتطلع لك الصوره. خلينا نجرب مع بعض وندخل برومبت انا محضره، وبقول له فيه انا عايز روبوت لونه اصفر شكله زي البني ادم، وتكون الخلفيه بتاعته اضاءه بلورد. خلينا نشوف الصوره دي هتطلع مع بعض ازاي. كل اللي هتعمله انت هتدخل برومبت هنا، ولو عايز تعدل شويه حاجات في الاوبشنز بتاعته، يعني ده مثلا البرومبت سترينث، ان عايزه يتبع البرومبت بتاعك بدرجة قد ايه، ولا يبقى كرييتيف بدرجة قد ايه. الصورة نفسها مقاساتها ايه، كام طول في كام عرض. سيفتي توليرنس بتاعك يبقى قد ايه، علشان خاطر كل ما كان السيفتي توليرنس بتاعك اعلى كل ما هو اتبع البرومبت بتاعك بالظبط. والصيغه اللي انت عايزها هنا بتاعت الصوره جي بي جي ولا بي ان جي. واخر حاجه اقدر ادوس له رن. انا هنا هدوس رن وهياخد ثواني عشان خاطر تجنريت الايمج، وهرجع تاني معاكم اول ما يجنريت الايمج. طبعا هو ما بياخدش كتير، هو بياخد ثواني معدود عشان يجنريت ايمج، في المقابل في الفيديوهات بياخد وقت اطول. وزي ما انتم شايفين دي الصوره اللي طلعت لي بالظبط زي ما انا طالبها، بالالوان بالاشكال اللي انا طالبها منه. طبعا هو اخد 9 ثواني عشان تجنريت الايمج، واقدر ان انا تشير الايمج او تداونلود الايمج. فانا لو عملت لها داونلود نزلت عندي على الجهاز بتاعي، واقدر ان انا استخدمها زي ما انا عايز. طبعا ممكن ادوس تاني وهيكلفني فلوس تاني عشان خاطر يجنريت ايمج جديد. ممكن كمان اديله ايمج او اديله صوره من جهاز الكمبيوتر بتاعي يبتدي بيها، لو انا عايزه يبتدي بالصوره ديت مثلا، او تبقى ريفرنس ليه يقدر يستخدمه. زي ما انتوا شفتوا الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي صعوبه، بس انا حبيت افرجكم ازاي تستخدموه. طبعا نفس الكلام بيتم من خلال الايمجز او الفيديوهات، او من خلال السبيتش او الاغاني او الصوت، او حتى الكونفرزيشن زي شات جي بي تي مثلا. اتمنى اكون افدتكم، وقولوا لي ايه الموديلات اللي انتوا عايزين تعرفوا عنها، موجوده على ريبليكت وانا استخدمها معاكم نقعد ونجرب مع بعض. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا اشتراك في القناه. اشوفكم على خير، مع السلامه.